كنحب بداية تكون مع مدرب المنتخب الوطني المغربي محمد وهبي تحديدا مع جديد اللائحة الموسعة. مبدئيا في اخر فيديو ذكرنا باللي ربيع حريمات انس باش رضا التكناوتي والفحلي كاينين في اللائحة الموسعة ديال وهبي، وفعلا من مورا الجيش الملكي اكد ذلك بشكل رسمي، اضافة الى اللاعب مروان الوادني اللي حتى هو راه كاين في القائمة الاولية. الجديد كذلك عندك منير شويعر لاعب نادي بركان، والمهدي الحرار حارس رجاء الرياضي البيضاوي، شهاب بن جديدة لاعب المغرب الفاسي، مهدي بن عبيد حارس الوداد الرياضي البيضاوي، هادو كاملين حتى هما كاينين في اللائحة الموسعة. اذا عندنا دابا 10 لاعبين من البطولة الوطنية حاطم وهبي ضمن القائمة الاولية. وبالنسبة لزياد حكيم فراه تاكد باللي ما كاينش في اللائحة الموسعة. في الاول اي نعم كانت هناك اخبار كتقول باللي راه كاين، ولكن من بعد تاكد رسميا باللي مهدي بن عبيد هو الحارس او اللاعب الوحيد اللي كاين في الوداد في اللائحة الموسعة ديال وهبي. دابا السؤال واش بسبب الاصابة تم استبعاده من القائمة الاولية او انه سبب رياضي فقط؟ طبعا كاين اللي غادي يقول لك عاوتاني وراه البراند ديال زياد هما دوك ستوريات اللي كان داروا بسببها ما بقاش كيتم منادات عليه للمنتخب. هاد الفرضيه بالنسبه لي خاطئه لعده اسباب. اولا لان اسم زياد حكيم كان كيتحط في القائمه الموسعه في حقبه الركراكي وليد. ثانيا هل الوداد الرياضي البيضاوي كيلعب في الموزمبيق، بمعنى لو كان استبعاده من المنتخب المغربي اكبر من الجانب الرياضي فما كانش كذلك غادي يلعب للوداد او لاي نادي اخر في المغرب. هذه كلها اسباب كتخلي فرضيه ستوريات غير خرافه، وما عنديش ادنى مشكل لو كان فعلا استبعاد زياد غير رياضي غادي نطلع نقولها عادي جدا، لان حرفيا ما غادي تزيدني ما غادي تنقصني. غاب العقل تواجد مع الوداد بلاص تواجده ايضا في اللائحه الموسعه في حقبه الركراكي وليد، كلها كتاكد بلي استبعاده من المنتخب قرار رياضي فني ليس الا. من جهه اخرى خاصنا لابد نخلي وهبي يدير خدمته على خاطره بلا ديك الضغوطات والهجوم الخاوي بحال اللي كان كيدار مع الركراكي. نعم حنا مع الانتقاد البناء حاجه طبيعيه، اما غير باش تهاجمو حقاش ما عيطلكش على اللاعب اللي انت باغي في هذا ماشي بلان. الركراكي رغم انه ما بقاش مدرب للمنتخب الوطني المغربي مؤخرا عاوتاني خرجت عليه بعض الاقاويل اللي هي خاطئه ومغلوطه، كتقولك باللي وارفض يسلم القميص لوهبي في المؤتمر الصحفي ديال تقديم هذا الاخير مدرب للمنتخب، وايضا رفض ياخذ صوره معاه وغادر القاعه وما الى ذلك. اكيد كاملين غادي تكونوا سمعتوا هذا الكلام، ولكن الحقيقه كانت مختلفه تماما، بحيث الركراكي قالك بالحرف امتنعت عن الصعود لانني اعتبر تقديم اي ناخب وطني لحظه تاريخيه تخالد في الذاكره، ولا يجوز لاي طرف اخر ان يزاحمه في هذه اللحظه، واحترمت حق وهبي في ان تكون له الخصوصيه الكامله للتقديم. وعن مغادرته القاعه وصف الامر بالسلوك الاحترافي لرفع الحرج عن الناخب الجديد ولتكون له حريه في التعبير عن رايه، مؤكدا استعداده لمساعده وهبي في اي وقت. ايضا كما سمعتوا الركراكي فقط بغى يبين او اراد اظهار الاحترام والدعم للمدرب الجديد، ماشي بحال اعتقد البعض انه كاين بيناتهم خلاف او توتر او ما شابه ذلك. وللامانه كلام الركراكي وليد منطقي بنسبه 100%. لحظه تقديم اي مدرب هي لحظه تاريخيه وخاص يكون بوحده في الصوره واخد اللقطه كامله، ولكن متربصين بزز بغاو يراوجوا باللي كاينه مشاكل بين وهبي والركراكي. ندوزو الى قميص المنتخب الوطني المغربي، تحديدا القميص الثاني اللي غادي يلعبوا به في كاس العالم. كنت حطيت واحد البوست على فيسبوك باش نعرف اراء المتابعين لهذا القميص، ولقيت 90% او اكثر ما عجبهمش. كاسلام كنهضر على راسي باللي ما كيهمنيش نهائيا البته شكل توني كيفاش داير، ولا حتى شكل الكره اللي غادي تلعب بها، هادشي ما كيثيرش الاهتمام ديالي نهائيا. المهم عندي انا هي النتائج الالقاب، اما شكل القميص كيبقى غير كماليات. كاين واحد اخر غيكون عنده هادشي مهم وجميع الاراء في الاخير تحترم. جواد اليميق بقوه ما معظم الجماهير المغربيه ما مقتنعاش به وما بغاوش يعاود يرجع مره اخرى للمنتخب الوطني المغربي، طلعوا عليه واحد الاشاعه اللي من الدقه الاولى غتعرف هاد الدوبرمان ماشي سلوكيه. سمعوا مزيان شنو خرجوا عليه، قال لك خرج بتصريح وقال فيه لن العب الا مع وليد الركراكي ولن اجيب على اتصالات وهبي محمد، سعيد باشرافي على المنتخب المغربي ولكن لن العب الا مع وليد وساطفئ هاتفي. كما سمعتوا راه باينه اشاعات، ولكن في المقابل راه كتبارطاجا في بعض الصفحات لهذا وجب التحذير. تصريح فيك الهدف منه محاربه اللاعب اللي اصلا هو مصاب على مستوى اوتار الركبه. هذه الاصابه كانت طرات ليه في احدى الحصص التدريبيه مع نادي ساراغوستا، او الفحوصات الطبيه هي اللي غادي تحدد مدى خطوره الاصابه ديالو والمده اللي غادي يغيب عليها وما الى ذلك. فاللي فيه يكفيه. سفيان امرابط بعد الاصابه اللي كانت تعرض ليها في الكال الاخير، ها نحن داليو ما رجع اخيرا للتدريب الجماعيه مع نادي ريال بيتيس. ياسين جاسي مؤخرا اشدنا به بزاف في اول ماتش رسمي ليه اللي كنلعبوا مع نادي ستراسبورغ الفرنسي، لدرجه جمهور نادي تشيلسي طالب بضمه. هادشي كنا تكلمنا عليه بالتفصيل ولكن من مورا في الماتش الثاني عاوتاني دخلوا
المدرب كاساسي غير هو ما كانش مؤثر، ما كانش داك الجسيم اللي كنا شفناه في الماتش الاول، لدرجه المدرب كان خرجوا بين الشوطين. وهذا غادي يخليني نرجع للكلام اللي كنت قلته في الفيديو الاول، بلي الاشادات اللي كانت على جسيم خاصها تعطيه دافع للاشتغال اكثر على نفسه، اي زعما يستغلها بالايجاب وما يخليهاش يتحول للسلب. على اي كما هضرنا على جسيم في الاول دار ماتش كبير، كان ضروري جدا كذلك نطلعوا نقولوا بلي الماتش الثاني كان مستوى متوسط. حنا ماشي من النوع اللي كيهضروا على اللاعبين فقط عندما كيديروا ماتش كبير، والا غيكون هذا نفاق وعدم احترام للمتابعين. وللاشاره حتى ياسر الزابري في اخر مباراتين ضد تولوز وضد نيس ما لعب حتى دقيقه واحده مع ناديرين. بمعنى اخر ومع اصابه عثمان معمل يمكن اللائحه ديال وهبي القادمه ما يكون فيها حتى شي اسم كان معاه في المنتخب الاقل من 20 اللي كانت توج بكاس العالم. عموما اللي نرى سفيان الكرواني الا بقيتوا عاقلين هذه تقريبا شهر ونصف الى شهرين كنا بارطاجينا واحد الخبر ديال انه في الموسم القادم غادي ينتقل لنادي القادسيه السعودي، وباللي الاتفاق تم على كل شيء. المصدر انذاك كان هو موقع فوت ميركاتو، من موراها خرج الكرواني وفى ذاك الخبر. ولكن اليوم عاوتاني خرجت صاحبه الرياضيه السعوديه واكدت قطعا وبالواضح ان اداره القادسيه السعوديه توصلت الى اتفاق نهائي مع الدولي المغربي الكرواني سفيان. اذا هنا السؤال علاش الكرواني في الاول فخبر انتقالي للقادسيه، رغم انه كانت تقارير عديده جدا تؤكد ذلك. من وجهه نظري وحسب قراءتي الشخصيه كنشوف بلي الكرواني بغى يحترم النادي والجماهير ديالو، لا يعقل نهائيا اطلاقا هو كيلعب حاليا لنادي اوتريخ ويطلع يقول بلي راه عندي اتفاق مع نادي اخر. بالمختصر المفيد احترافيا تصرف الكرواني بالنفي كيبقى منطقي ومعقول، وهذا ما كان. والى هنا غادي نقول لكم صافي وصلنا لختام وخير كلام مما قال ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه. À ce niveau de la compétition, tu vois. Il aurait pu être le héros, mais là, quand il a fait la Panenka, j'ai dit, tu peux pas faire ça maintenant. Là, j'en souris là, mais sur le coup, je souriais pas. C'est la dernière seconde. Ça fait 50 ans, t'as pas gagné une Coupe d'Afrique. Ça fait plus de... Ça fait quoi 2004, ça faisait plus de 20 ans. T'avais pas fait une finale. T'es à la maison. Ah, ça y est. Moi, je me suis dit, on va mettre une praline en plein milieu. Merci, au revoir. On soulève le trophée, on rentre chez nous. Tout le monde est content et on fera la fête. C'est ça, en fait, moi, je me dis, est-ce qu'il a eu conscience de tout ça, de cet à côté-là, tu vois? Depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, en fait, je me sens vide, tu vois. J'ai pas pleuré cette défaite, j'ai pas eu cette colère où je suis sorti de mes gonds pour, tu vois, extérioriser quelque chose et pour passer à autre chose. En fait, je me suis senti vide sur le coup, tu vois. Depuis ce moment-là, c'était genre un choc. Genre un choc et que, en gros, c'est un mauvais cauchemar et que je vais me réveiller et demain, c'est soit la finale qui commence, soit le début de la CAN. Après, le truc à ce sujet-là, tu vois, il a fait exprès, il peut pas faire exprès. Dire des conneries, tu vois. On dirait qu'il a fait exprès de rater un penalty à ce niveau de la compétition, tu vois. Il aurait pu être le héros,